أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذا أبرز عنوانها: قطار يدهس طفلة ذات 8 سنوات نواحي سطات. قبل الخوض في التفاصيل، لا تنسوا لايك للفيديو والاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس للتوصل بكل جديد. توفيت طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات بعد أن دهسها قطار أثناء عبورها الممر السككي المحروس لحظة مرور القطار بمركز أولاد مرح سيدي حجاج في دائرة بني حمد ضواحي سطات. ووفقا للمصادر المحلية، كانت الطفلة برفقة أحد أفراد عائلتها وهي تتابع دراستها في المرحلة الابتدائية، حيث انسلت في غفلة عن الجميع فصدمها القطار. توفيت الفتاة في مركز صحي بأولاد مرح سيدي حجاج، وانتقلت الوقاية المدنية والسلطات المحلية إلى موقع الحادث بعد إشعارها بالواقعة، كما تم نقل جثة الفتاة إلى مستودع الأموات لإجراء التشريح الطبي.